مباراة المغرب ضد زامبيا لكرة القدم النسوية، مباراة ودية. خليكم مع الملخص وراجعوا لكم. هذه قراءة الفاتحة على ضحايا الزلزال، نتمنى كذلك الشفاء العاجل لكيد المصابين. حضور جمهور لا بأس به يحضر لمتابعة هذا اللقاء. منتخب الوطني المغربي، هناك جوج الغيابات: ياسمين المرابط لاعبة فريق ليفانتي الاسباني، وسلمى اماني التي تمارس بها الدوري السعودي رفقة فريق الاتحاد. اللقاء البحث عن التمرير، تدخل للمدافعة نهلة إلودي النقاش. هذه ابتسام اجريدي دي فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. خروج لينغو خطيره على مستوى السرعه، فرصه خطيره، تدخل ممتاز خديجه عربيشي في المكان والتوقيت المناسبين. محاوله خطيره لفائده منتخب زامبيا مره اخرى بواسطه اللاعبه باندا. تمرير داخل منطقه الجزاء، فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. دخول داخل منطقه الجزاء، تدخل وابعاد الكره. كانت محاوله بواسطه اللاعبه سكينه أزراوي. هناك مباراة ثانية أمام منتخب زامبيا في الوقت. ابتسام أجريدي فرصة، والرأسية مرت جانبا. الرأسية ديال ابتسام أجريدي، الكرة تمر جانبا. فرصة المنتخب الوطني المغربي، إمكانية العرضية، فرصة تدخل الحارس دائما، إمكانية تسديد، ولكن كرة مشات بعيدة. سكينة أزراوي حاولت أنها بامكانها تمرر. فاطمه تاكناوت، هناك خطا بالفعل، اعتقد غادي يكون هناك انذار لو كان لجمع واحده. كان بامكان فاطمه تاكناوت انها تمرر في الجهه اليمنى. تلعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء، فرصه ابتسام جريدي امام المرمى. ابتسام جريدي ما تمكنتش من التسديد للمرمى، وبالتالي كتضيع هذه المحاوله. كانت اللاعبات اللي عندهم قامه طويله. لعبت الكره دائريه، خروج الحارسه خديجه ربيشي ما تمكنش من التقاط الكره. حذاري من هذا رضواني لفائده المنتخب الوطني المغربي. عند ابتسام اجريدي فرصه الهدف. ابتسام اجريدي، الكره كتمشي يعني كتلمس الشباك الخارجيه. الكل اعتقد بان هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي. تحرك كان ممتاز. زينب رضواني لابتسام اجريدي. لاحظوا المراوغه ديال الحارسه لونغو ليتيسيا، ولكن التسديده ما كانش بشكل جيد، وبالتالي كتضيع هذا الفرص لدانانجي راتشيل. محاولة خطيرة، تدخل ممتاز دون ارتكاب الخطأ من حنان أيت الحاج، لأنه كانت انطلاقة دائما السرعة ديال هاد اللاعبة. جزاء، تدخل الدفاع غير ديال الشباك، إمكانية تسديدة، ولكن الكرة كتلمس أحد اللاعبات والكرة في الزاوية. محاولة كان بغير ديال الشباك، رفعت الكرة، فرصة الهدف. الكرة فوق المرمى. كانت فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي مرة أخرى بواسطة اللاعبة. البحث على تسديد، تدخل زينب رضواني، والكرة في الزاوية خطيرة لفائدة المنتخب الزامبي بواسطة باندا. والكرة مرت جانبا، مرت بسلام على مرمى ودفاع المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا ردة فعل ديال رينات بيتروس، لأن باندا بابارا كتبقى ترفع الكرة مباشرة. الرأسية، خديجة رميشي تتدخل وتبعد الكرة، يعني شكلت خطوط غير ديال الشباك. تمرر فرصة لفائدة المنتخب المغربي. سكينة، تدخل الكرة كتخرج خارج ارضية خطيرة لفائدة منتخب زامبيا. دخول داخل منطقة جزاء، تمريرة، تدخل الحارسة، كانت محاولة خطيرة لفائدة باربرا. دخول داخل منطقة جزاء خطيرة، ضربة جزاء. هذا هو اللي قلت بان اللاعبه رقم 11 باندا باربرا السرعه على مستوى الانطلاقه، وبالتالي تمكنت انها دير الصافره. باربرا تضع الكره في الشباك. اذا هدف اول لفائده منتخب زامبيا. العبيده هي من اصطادت ضربه جزاء، وهي من حولتها لهدف اول في المباراه. هدف اول لفائده منتخب الزامبي. تبادل المحاولة بالجهة اليسرى، إمكانية قطع الكرة، فرصة خطيرة كان بإمكانها تمنع هدف ثاني لفائدة منتخب زامبيا. مرة غيز ديال الشباك، لعبت الكرة دائرية، دي فرصة، الكرة تمر. كان بإمكان يعني تبادل المحاولة بواسطة اللاعبة سناء سودي. هناك خطأ بالفعل، خطأ لفائدة المنتخب الوطني المغربي. سناء سودي حاولت ترفع الكرة في القائمة التالي، البحث على الرأسية، فرصة، لكن كرة خارج أرضية الملعب. كان هناك إبعاد الكرة والركنية مرة أخرى من الجهة الهواء في الشباك. ترفعت الكرة وفرصة
بواسطة وهيلة بن زينة كان بإمكانها الدخول داخل منطقة الجزاء. فرصة فائدة المنتخب الزامبي خطيرة. والهدف الثاني، هدف ثاني ما كاينش حل مع باندا باربرا، لاعبة كبيرة وكبيرة جدا بتقنياتها وبسرعتها وبمراوغتها. تمكنت من الدخول داخل منطقة الجزاء وتسجيل الهدف الثاني لفائدة منتخب زامبيا. تابعوا من جديد هذا المرتد الهجومي. لاحظوا المراوغة الأولى رغم العودة ديال نهيلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بأحسن حال. إليكم ترتيب البطولة الاحترافية القسم الأول من بعد ما لعبوا 3 جولات. نهضة بركان عندها 9 نقاط، الجيش الملكي 7 نقاط، شباب سوالم، اتحاد توارقة والوداد عندهم 6 نقاط، الرجاء، الفتح والمغرب فاسي 5 نقاط، المغرب تطواني 4 نقاط، أولمبيك أسفي، شباب محمدية، نهضة زمامرة عندهم 3 نقاط. أما اتحاد طنجة والحسنية ومولودية وجدة عندهم نقطة واحدة. ويأتي في آخر الترتيب يوسف يسبرشين ب0 نقطة. إخواني، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.